ازيكم؟ من يومين ظهرت ياسمين عز مذيعة MBC مصر وهي لابسة تيشيرت المنتخب المغربي بعد فوزهم على البرتغال. ياسمين عز خلت المعد يحضر لها أسماء المنتخب المغربي وكم كلمة مغربي، وقعدت تمتدح في المنتخب المغربي والقيادة الفنية بتاعته وتتكلم عليهم وكأنها مغربية. ياسمين عز أهم حاجة عندها إنها تركب الترند، إنما المحتوى إيه مش مهم. اتكلمت باللكنة المغربية وامتدحت الإطار الفني واللاعبين بأسلوب رخيص جدا في الطريقة، في مياعة، في استظراف، حاجة تغم النفس. تحب تفرقع وتعمل مشاكل بين الراجل والست المصرية لأن هي موجهة لخراب الأسرة المصرية، وده معروف عن ياسمين عز في المحتوى اللي بتقدمه. واضح انك يا ياسمين ما تعرفيش التاريخ المصري ولا الهوية المصرية ولا الثقافة المصرية، وانت متعمدة انك تتجاهلي ده. لكن لو عايزة اعرفي ان مصر هي اساس الثقافة والفنون والرياضة والعلوم. للأسف الشديد ياسمين عز ممنهجة لتخريب العقل المجتمعي المصري. انا عايز اعرف، لما انت طالعة تمتدحي في المنتخب المغربي ما تروحي تشتغلي في التلفزيون المغربي احسن؟ هم مش محتاجينك، هم بيشتغلوا بفكر محترف وفكر غيور على البلد، علشان كده نجحوا. مش همك غير مصلحتك فقط، اما مصر وشعبها فما يهمكيش. بعض القائمين على اتحاد الكرة المصري فشل، وهم السبب في اننا مش موجودين في كاس العالم. وده بسبب ايه؟ بسبب ان هم بيجوا بالكوسة والفساد، زي ما انت ما متعينة بدون اي مؤهلات في MBC مصر. ربنا يهديكي وتقدمي محتوى راقي بمصر وشعبها.